عمرك تخيلت ان في علاقه وثيقه جدا ما بين الفنان احمد امين والملك توت عنخ امون؟ والعلاقه المشتركه كانت بينهم الصفاره. كانت من اهم مقتنيات الملك توت عنخ امون صفاره، وبيتقال عليها باللغه العربيه البوق. كان طولها حوالي 50 سنتيمتر، وكانت متكونه من جزئين، جزء خشبي والتاني برونز. ارتبطت الصفاره دي باشاعات كتيره جدا، ومش بس اشاعات، دي كوارث، ومش كوارث محليه، لا دي كمان عالميه. في سنه 1939 قدرت الاذاعه البريطانيه ان هي تقنع مصلحه الاثار وقتها بعمل بث مباشر من الصفاره، وبعد 5 دقائق بس من بدايه البث الكهرباء قطعت عن كل الاجهزه اللي جايبينها البريطانيين معاهم من هناك. هتقول لي يعني ما هو طبيعي، انت في مصر والكهرباء عادي انها تقطع. والحمد لله الكهرباء جت وبدا العزف، وبدا الموسيقار الشهير جيمس تايبر بالعزف، واندمج بقى وكانت حكايه. لكن الغريبه بقى ان برضو بعد 5 دقائق بالظبط، وبعد ما اندمج كده وعاش الدور،